أخيرا 25 سنة وأنا بدور على العقد بتاع عمي. 25 سنة وأنا مظلوم وعمي واخد حقه من أبويا. لازم الحق يحكم حسبابه. لازم كيس البلاستيك اللي في العقد بتاع أبويا. كيس البلاستيك اللي في عقد الشقة بتاع أبويا. كيس البلاستيك فين؟ كيس البلاستيك يا نهار أسود. مين؟ أنا إيه؟ أنا معرفش حد بالاسم ده. أنا الأهتم يا لمبي، افتح بقى. طيب اديني اماره ان انت ابراهيم يعتم. يعني أزغرط لك ولا أطبل لك عشان تعرف إن أنا إبراهيم الأهتم؟ يا سلام، ايه ده؟ ايه اللي بيهزر من باب الخوشب ده؟ بأمارة العلقة اللي كلتها امبارح في السيدة زينب. طب ودي اماره من المنطقه كلها عرفت ان انا اتروقت من امبارح. اديني اماره تانية. أمارة تانية؟ اه بأمارة الشنطة. حبيبي الاعتم، حبيبي الاعتم. ازيك؟ نعم. ارغي يا عم الامور. الله الله الله، انت نسيت ولا ايه يا لمبي؟ مش احنا متفقين انك هتعمل كبيري وقدوتي وتيجي معايا تخطب لي الليله؟ اه اجي معاك اختار لك الليله. انت ما تعرفنيش غير لما يكون في مصلحه. لما يكون في مصلحه تعرفني. خلاص بقى يا لمبي بقى. خلاص بقى صح، دوختني عليك 3 اشهر عشان دين صغير في رقبتك. فين ال 15 جنيه اللي عليك؟ عيب يا لمبي، عيب الكلام ده. يضعب ايه يا؟ فين ال 15 جنيه اللي عليك؟ يا لمبي عيب عيب. عيب وانا بقول لك كلام سكس. فين يا ال 15 جنيه؟ معيش يا لمبي. معاكش؟ لان انت كده بقى بتعمل عليا فرده وبتتبلطج على يا لهوي. انا ال 15 جنيه. انا ال 15 جنيه. والله العظيم اطلع لك مناخيرك 3 اخرام بمناخيرك. لا خدهم. على ما عفنا. خد انت بقى صاحبي وحبيبي وجدعنه. يلا بينا يا عم على النهر. الليل ده كله كان امبارح جبنا حرمان وقاسية. اتغير ليه؟ اتغير ليه؟ اتغير ليه؟ اتغير. بص يلا بقى هانتكك من عند عمك زقرم، يعني حاجة منجح. السلام عليكم يا عم زقرم. مرحبا يا لمبي. مرحبا بابا. والنبي عايزين يخرب بيتك عجلة. والنبي عايزين نشارك الواد ده كده وننجهه يعني. علينا. يبقى بني آدم يعني. انت تؤمر. خش يا حيوان. مش عارف كده، حاسس إن في حاجة غلط. بس شايف الوجاعة؟ وجاعة وحياة ابوك الحلو كده. والله يا ابني انت هتشكر بذوقي؟ عيبها وخدها يا احسن. 15 جنيه يا عم اللي كنت واخدها منك عشان خاطر اللي عندك انت حي ان انا نوطك في ليلتك يا احسن. ايه ده يا لمبي؟ ايه؟ انت اخويا بحقه حقيقه يا لمبي. امال ايه يعني؟ اخويا يا لمبي، مش مصدق نفسي. مش مصدق نفسي يا لمبي. خلاص ما تقولش كده. مش مصدق نفسي يا لمبي. خلاص يا مش مصدق نفسي يا لمبي. ما خلاص الغباوه دي. مش مصدق نفسي يا لمبي. يا ابني خلاص قلنا بقى. ما خلاص الغباوه بتاعت ابوك. مش مصدق. العب. العجل يهدي المصطبة. العجل يهدي المصطبة. اقعد يا عم القرف هنا. اقعد يا عم. ده ايه الخنقه دي؟ اعوذ بالله. اقعد يا عم انت وهو. اقعد. ليه؟ مين بقى العروسه؟ مين بقى في ال3 موزس دول عشان ما اجيش على حق صاحبي يعني؟ الرابعه. يا دي ال3 يا دي فين؟ يا دي ال3 عاملين واحده في ال3 عني. الرابعه يا لمبي. هي دي؟ هي. تصدق انا شكل البني ادمين بالظبط. ايه لازم انت واخد سنك السودا دي؟ بحبها يا لمبي، بحبها. طب خلاص. طب خلاص.
يا ريت انك بتتزفت بتتبع، بس لازم تضمن حقك. ايوه طبعا اللي هتقول لي از، لا مفيش از، لازم تضمن حقك، وده واجبي انا عليا كصاحب. ها قبل ما يقع في الخطيئه لازم اقول له دي مدد وقنبيالات. كمبيالات وانا اشتري ثلاجه يا لمبي؟ يا تفهم يا دي التلاجة على الأقل ليها ضمان، إنما دي شكلها متخزنة بقالها كتير ملهاش ورق، الدمارك مفيش، فأنت ماشي؟ انا بحبها يا لمبي، لو ما خدتهاش هموت نفسي. يا ابني ما انت كده كده متنيل على انك ميت. الله انا عندي تتجوز ابن عمك يا اخي ارحم. يعني احنا جايين النهارده ناخد لاخونا احتم اختنا سميرة اربس، وربنا يسامحنا على الجريمه اللي احنا بنعملها في الكون دي، بس يعني ربنا يكرم ان شاء الله. فاحنا كنا بنستاذن ساعتهم من حضرتك. على ايه؟ نعم؟ على ايه؟ على ان شاء الله يبقى 9 يوم العيد ان شاء الله يبقى شكبه وتكلك تاك، شكبه وتكلك. ايه اللي قلت ايه؟ على ايه؟ ايه يا عم ايه يا عم ايه اللحام اللي في وشه ده؟ دي حادثه قديمه. هتصدقني سحبوه من تحت دي جو ولا ايه؟ معلش يا لمبي، استحملوا عشان خاطر عشان خاطر يا لمبي. ربنا هستعمله اللي استعملك انت. معلش يا لمبي خلاص انت عبطني ولا ايه؟ لا ده يبقى ده انت بلد قوي يا لمبي. بص واخد بالك يا عم المرحوم، احنا يعني احنا عندنا غطا ويلزم الحله، وعايزين ندخل الحله والغطا في قلب بعض. انت فاهم كويس ولا ايه؟ فاهم كويس؟ كويس من اي ارتجاع؟ نعم؟ كويس من انهي ارتجاع؟ يا عم يلا يا عم، يا عم يلا يا عم، ده بيتكلم على واحدة تانية غير بنته في قلب المكان، ده بيحلم وهو قاعد يا عم. لا تنفلتك السوداء. معلش يا لمبي. لمبي وزفت ايه؟ عشان خاطري يا لمبي. الجوازة دي مش هتتم يا عم، ما ينفعش. ده انت بص شكلك عامل ازاي وهي شكلها عامل ازاي، هتخليهم في مفرد الجزمة. ولا حاجة. انت جايبنا في قلب انت جايبنا في قلب عايز اسال اللمبي قدامك عند الحكومة يا عم. لمبي فين الفلوس والمجوهرات اللي كانوا في الشنطه يا لمبي؟ والله العظيم ما كان في مجوهرات ولا في اي حاجه في الشنطه بتاعت الضابط. هاتوه ان ما سجنتك يا لمبي عشان تعرف ان انا عمك اخ ابوك يا لمبي. هاتوه والله يا سعاده الضابط مش سمعتش حاجه. والجواز يا لمبي. يا عم انا جوازي ما كانت لازم تنتهي النهايه السوداء دي. الله يخرب بيتك. مفيش يا لمبي. واحده انت تتصرف. كما عودناكم أعزائي المشاهدين، نلتقي مرة أخرى خلف الأسوار مع سجين جديد في جريمة جديدة، وذلك في برنامجكم صباح الخير يا جريمة. نتعرف عليك؟ اسمي اللمبي. عندك كم سنة؟ مش عارف بس انا عايش بقالي كتير. تهمتك إيه؟ تهمتي سعادتك ان انا رحت كده عقد الشقه بتاع ابويا من عمي اللي هو واخده مني غصب واقتدار كويس. وإيه لو سمحت؟ غصب عني يعني. ورحت له وهو مجوز ولاده في قلب الشقه سعادتك، وطردني في الشارع برضه غصب واقتدار، وانا ما رضيتش اتكلم، ورحت عشان اطالبه انه يديني حقي، راح ضربني بالبوان في وشي، وراح عضدني من كتفي، وراح ظرفني نص كده، نزلت على ودني اسنجيت بقيت. وضح لو سمحت وضح. واسنجيت يعني اترشيت سعادتك، وانا كان ممكن امد ايدي عليه، ممكن اروح ضرب صباعي في زوره واكسر له قصبه رجله، انما ما رضيتش لانه ده مهما كان برضه عمي، واللي الناس ما تعرفوش ان هو يبقى اخ ابويا، والدنيا ضيقه سعادتك يعني. أمال عملت إيه؟ قلت بدل ما اقتله واخش في السجن قلت اسرقه من الاخر يعني معترف بالسرقة؟ لا انا مش معترف بحاجه وبطلب المحامي. بس من واقع التحقيقات الشنطة اللي سرقتها من عمك كان فيها فلوس وذهب وياقوت ومرجان وألماس. ايه ده وانا سارق شنطه علي بابا ولا ايه؟ ده اللي مكتوب في التحقيقات، ويعني هجيب حاجة من عندي ولا ايه؟ لا سعادة حضرة المزمزيل، هو كل اللي لقيته في قلب الشنطه علبه دواء انتوسيك من بتاع الاسهال. وما فكرتش تشتغل؟ مش فاضي. ده مبرر يخليك تبقى بلطجي يعني؟ نعم. يعني ليه بقيت بلطجي؟ واحد مصاحب علي علوكة واشرف كوخه عايزين اطلع طيار. طيب تحب تقول ايه للشباب عشان ما يغلطوش نفس غلطتك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. احب اقول لكل شاب وكل فتاة لا تنحرف، ولو عمك ضربك على قفاك وخد عقد الشقه منك غصب عنك اشكره وبوس ايدك شعر ودقن، والجريمه لا تفيد. واطلب في نهايه البرنامج اغنيه لام العزيزه سيد الحبايب يا حنان انت. ثابت! تعال مسكون!
تقعد تفكر ايه؟ الكلاب بتجيب من رجلين ساعات. مش لابس طاقية ليه؟ بسرعة طلع لسان. ها؟ لسان الطاقية يا مسجون. لسان الطاقية. لسان الطاقية اهو اهو. البس طاقية. طب استاذ كله يتحرك. شايف خلق جديدة موجودة النهاردة وحاسس فيهم بابتسامة أمل. انسوا. أحب أعرفكم بنفسي. أنا رياض المنفلوطي، أصغر مدير سجن حصل في تاريخ الوزارة. حصلت على ترقيتين خبطة واحدة. نقيب من وأنا في أولى ثانوي. تلتزم بالقوانين. أحبك. يا سلام، تبقى صاحبي حبيبي. تغلط يا ويلك يا ويلك ويا سواد ليلك. هعصرك تنسي مساجين صغيرين. احب اقول لكم ان السجن هنا التزام. احترس مني. هتلاقيني منط لك في كل مكان، في زنزانتك، في فرشتك، في نومك، في حلمك. هتلاقيني ناطط في بنطلونك. هاتولي الكلب ده، هاتولي على مكتبي. ايه يا عم، انت هتاكلني ولا ايه؟ والله انا بريء. واقف تتنطط لي في الطابور زي الكرة الجلد. يا واطي! الحقونا يا ناس! الحقونا! تمشي جنب الحيط مدتك هتعدي على خير. تبعد بعيد عن الحيط هضربك بالبرطوش زي البرص. كشف المستجدين وكشف المخرج عنه. بسرعة على زنزانتك يا كلب، بسرعة! الله يعمل زنزانة، الراجل هيدورها ويطلع. طبعا انتوا عارفين كل حاجة. أهم حاجة هنا الالتزام وتنفيذ الأوامر عشان مدتها تعدي على خير. يتوزعوا الزنازين. نعم يا فندم. يلا بسرعة. وانت يا ابني انت وهو طبعا ما حدش قدكم. اخر ليله تباتوها في السجن. يتوزعوا على عنبر الافراج. يلا. خش على الطابور. يا عم انتوا بتجروا ليه كده؟ خلاص مروحين. مروحين ايه؟ خدنا افراج يا راجل. والله ما كنت حاسس ان انا بريء. اجمد يا دكتور، اجمد. دراعي يا فندم، دراعي يا فندم. كوعي كان هيتخلع في ايد سعادتك. خليك ريلاكس يا فندم، ارجوك خليك ريلاكس. العصبيه دي مش كويسه ابدا. وانا بتنيل باخد الزفت الحقن دي ليه؟ عشان خاطر العصبيه، ولا انا باخدها تبرع لنادي الهلال الاحمر؟ يا فندم دي سابع حقنه اضربها في دراع سعادتك والسرنجه تتني. هدي نفسك يا فندم، العصبيه دي مش هتجيب اي نتيجه. والعمل اعمل ايه طيب؟ انا عندي الحل يا فندم، انا عندي الحل. سعادتك الدواء ده مخصوص عشان حاله سعادتك. المره اللي فاتت برضه قلت لي مخصوص عشان حاله زفت سعادتك. لا الدواء المره دي مستورد. ده مخصوص عشان يرفع عصب الشفه يا فندم، يدلدلها.
اللي فات برضه كان مخصوص وكان مستورد عشان ينيل عصب الشفه، والشفه نزلت 24 ساعه بس، ونطر التاني لزقت في مناخيري. اعمل معروف، انا مش هعيش حياتي كلها بقي موارب. البنت مش عارف ابوسها. يا فندم الطب اتقدم دلوقتي. بلا تقدم بلا هتفتح لي طوارئ يلا على زنزانتك. انا دكتور يا فندم. دكتور على نفسك، بره يا كلب. علاج يعني. نعم. اجازه يا فندم. نعم. اجازه. اجازه؟ ايوه يا فندم. يعني ايه اجازه؟ بقالي شهر ما نزلتش. شهر ايه؟ بقالك شهر يعني ايه بقالك شهر ما نزلتش؟ انا بقالي سنتين هنا ما نزلتش. بتعالج وانا متنيل في قلب المكان. انا اسف يا فندم. يعني ايه اجازه؟ انا اسف يا فندم. ايه الحلال اللي انتوا فيه ده؟ غريب قوي. تمام يا فندم. نعم. ده يا فندم كشف المسجونين المستجدين، وده كشف المفرج عنهم. ما شاء الله يا فندم، بق سعادتك استريح خالص. ميرسي يعني تحس انه خد راحه. ميرسي. واضح ان اقعد يا ادهم، خلاص ميرسي قلت. الشفايف كمان. اتفضل اقعد. حاضر. بالنسبه يا فندم لمسجون زنزانه 74 ليه شويه طلبات بيتمنى سعادتك توافق عليها. ايه المطلوب يا ادهم؟ اللهم صل على النبي. الشفه ابتدت تتحرك بطريقه غريبه وطبيعيه. ايه المطلوب يا ادهم؟ خلص. هو يا فندم بعد اذن سعادتك. اقعد يا ادهم. حاضر يا فندم. عاوز يدخل الزنزانه شويه اجهزه، يعني سخان شاي، كاسيت، تلفزيون. اوكي. مش عايز DVD؟ نعم يا فندم. DVD نجيب له DVD. هو متهيألي عنده بطاطين كفايه، مش محتاج DVD ده. الموبايل يبقى كده تمام. بسيطه جدا. موبايل ايه المشكله يا ادهم؟ نجيب له موبايل يعني على الاقل يتصل بالاولاد كويس، ويبعت يجيب بالمره صوفيا لورن تعيش معاه في قلب الزنزانه، وناخد له زنزانه ايجار جديد، واحده بتطل على البحر والتانيه بتطل على الشارع. ده عند امه يا ادهم. ده مذنب ولا مش مذنب؟ مذنب يا فندم. خلاص يبقى كلامي يتسمع زيه زي بقيه زمايله. حاضر يا فندم. ادهم، اختار مواضيعك معايا واحذر. اتفضل. تمام يا فندم. ادهم، لاخر مره هقولها لك، حركه الترقيات قربت. خلي دوسيهك يعدي على خير. واظن انت محتاج الترقيه دي عشان ترفع من معاشك. مش هقول لك اكتر من كده. الحمد لله كان معاك ابتدائيه وكملت وخدت ليسانس. صراف. تمام يا فندم. رياض باشا، بالنسبه لاجازه الصول. اجازات مفيش يعني. انا قلت اجازات مفيش يعني مفيش. يا فندم مراته تعبانه قوي ولازم يبقى جنبها. يا سيدي في جنبها، في ظهرها، في كتفها. انا خلاص قلت مفيش اجازات يا هاني. الله يا فندم مراته تعبانه قوي ولازم يبقى جنبها، لازم ينزل يطمن عليها. يا هاني انا همشي الموضوع ده عشان خاطر عيونك انت بس. ربنا يخليك يا باشا. انما ارجوك ما تتدخلش في مواضيع تاني. خلاص يا باشا. ما تحرجنيش يا هاني. خلاص كده. خلاص يا باشا. يبقى ابعت لي الطلب على هنا. لا الطلب اهو يا باشا، وادي انا كمان يا هاني في كيلو دور. انت غريب يا هاني انت. يا ساتر. انت مش كده تاني مره. ربنا يخليك يا باشا. وبفهمه ان هو يفهم مراته ما تهياش تاني، والا يطلعها بقى ويلتفت لشغله. لا يا باشا، اوامر سيادتك ماشيه. اتفضل. غريب هاني ده. خلي الحيوان ده يخف شويه من على البنزين. يا فندم دي اموال حكومه. ويلا اتفضل روح، انا مش مسافر. اتفضل هتوصلني؟ هركب طياره انا. حلو قوي الكلام ده يعني. حلو قوي. يعني ايه شكيناس بنتي انا اللي بتحمل اسمي رياض باشا المنفلوطي، حامل التاريخ، حامل اللواء، تنحرف. بنت اللي تعبت في تربيتها واللي بذلت مجهود اكبر في خلفتها، يجي اليوم عليها انها تنحرف. يا نهار اسود يا نهار اسود. كل ده عشان بنت هتبات عند مامي النهارده؟ ما هي لو حداد بس ماشي. يعني ايه؟ يا نهار اسود. تاني من اختك؟ يعني النهارده 4 يا هاني، وده ميعاد درس المزيكا اللي انا رفضته
لسعادتك بكل تبجح وصفاقه وقله ذوق انك توديها عند امك. من فضلك اسمها مامي. ايوه، نسيب المصيبه الكبيره ونتكلم في مامي ولا امك. مصيبه عشان بنتك بتتعلم مزيكا. عرفتك بتتعلم الحرام. انت بتقول ايه؟ مش بس خلاص. قرار. اسمعي يا هانم، بس ما تتكلميش معايا خالص خالص. لازم تفهمي ان كل كبيره وصغيره في قلب البيت ده انا بعرفها، وحتى لو ما حصلتش احترمي نفسك يا هانم، احترمي نفسك.